هو ده بقى مهاجم الاهلي الجديد نيك جرادي سار بنسبه تتخطى 99%، بعدما كشفت التقارير الصحفيه المجريه ان نيك جرادي سار غاب عن وديه فريقه المجري في اير فار اليوم تمهيدا لانضمامه لعملاق القاره الافريقيه النادي الاهلي. بالاضافه ان المتحدث الرسمي للفريق في اير فار المجري اللي بيلعب فيه نيك جرادي سار اعلن عن انضمامه للنادي الاهلي بشكل رسمي، وكلها ايام ونيك جرادي سار يجتاز الكشف الطبي وينضم لعملاق افريقيا النادي الاهلي. هكلمك عن كل حاجه تخص اللاعب، ارقامه واحصائياته ومميزاته، وهل فعلا صفقه فرز ثالث ام مهاجم سوبر مناسب للنادي الاهلي خصوصا قبل كاس العالم للانديه مع وسام ابو علي. اولا نيك جرادي سار من مواليد 2002، عمره في التوقيت الحالي 22 عام، ودي تعتبر اول ميزه في الصفقه. من مواليد سلوفينيا. اهم مميزاته بعيدا عن انه لسه لاعب صغير في السن بيجيد اللعب بقدمه اليمنى وكذلك باليسرى، وعليه وش رجل حكايه حرفيا، وبيحب المساحات، وكمان فينشر على المرمى بشكل مميز. في اللقطه دي كنا محتاجين المهاجم السلوفيني جرادي سار مكان كهربا في الانفراد اللي ضيعه امام باتشوكا المكسيكي، وكمان بيسجل براسه بشكل مميز، وتاني هداف الدوري المجري في الموسم الحالي مع نادي فير فار المجري. خاض معاهم في الدوري المجري 22 مباراه في جميع المسابقات، سجل 8 اهداف وصنع 4 اهداف اخرين، يعني مساهم في 12 هدف في 22 مباراة. عنده رزانة وهدوء داخل منطقة الجزاء بشكل مش طبيعي، بيلعب بعقله مش بقدمه فقط، الاثنين مع بعض. اكلمك عن ارقامه واحصائياته منذ بداية مسيرته في ملاعب كرة القدم. بدأ مسيرته الكروية في الدوري السلوفيني دوري بلاده مع فريق كوبر السلوفيني في موسم 2020، لعب معاهم 30 مباراة، قدر يسجل 15 هدف ويصنع 5 اهداف اخرين، يعني مساهم في 20 هدف في خلال 30 مباراة، رقم مميز طبعا مفيش كلام. عشان في موسم 2021 انضم للدوري المجري الفريق الحالي وهو فير فار المجري. في موسم 2021 خاض معاهم 25 مباراه، قدر يسجل 10 اهداف، يصنع 3 اهداف اخرين، يعني 13 مساهمه في 25 مباراه. وفي موسم 2022 خاض معاهم 28 مباراه، قدر يسجل 12 هدف ويصنع 4 اهداف اخرين، 16 مساهمه في 28 مباراه. وفي موسم 2023 شارك مع الفريق المجري في 30 مباراه، قدر يسجل 14 هدف ويصنع 5 اهداف اخرين، 19 مساهمه في 30 مباراه، بخلاف موسم 2024 اللي كلمتك عن ارقامه في بدايه الفيديو. معدل اهداف مميز طبعا مفيش كلام. كل الصحف المجريه بتؤكد بشكل رسمي ان اللاعب هينضم للنادي الاهلي، ولكن هناك خلل في مركز الجناح. حرفيا النادي الاهلي في اخر 3 مباريات مارسيل كولر بيوظف امام عاشور في مركز الوينج رايت، لان النادي الاهلي اصبح لا يمتلك لاعبين متاحين في هذا المركز، مفيش غير حسين الشحات اللي واقف بطوله، والباقي منضم لمستشفى النادي الاهلي، بالاضافه لرحيل بيرسي تاو وخروج رضا سليم من القايمه واصابه طاهر محمد طاهر. علشان كده بتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي انه ما يكتفيش فقط التعاقد مع المهاجم السلوفيني نيك جرادي سار نجم الدوري المجري، لازم النادي الاهلي يشوف احتياجاته قبل نهايه الانتقالات الشتويه الحاليه، لان النادي الاهلي داخل على فتره صعبه للغايه، كاس العالم للانديه واستكمال بطوله دوري ابطال افريقيا بالاضافه للدوري المصري. نهايه المطاف ما تنساش تقول لي رايك كمشجع للنادي الاهلي في المهاجم السلوفيني وتقييمك للصفقه من 10. الاهلي يصنع تاريخ، يكتب الحدوته، فريق يعني الان يتجاوز ان يكون فريق كبير، تقول على فرق كبيره، لا هذا فريق اسطوري بالفعل، هو من خانه الفرق الاسطوريه بألقابه بامجاده بانجازاته.